ده مصطفى في الفيديو ده هيمثل دور رضا. بقاله فترة ما شافش أبوه وأمه بسبب إنه مضغوط في الشغل. يا حبيب اخوك، اخبارك؟ انا فاضي يا ابني. ده انا فضلك اشتغل معاك على مشروع، ده شرف ليا. فاضي؟ ده انا بص، ده انا قاعد ده اشتغل معاك يا باشا. دوس دوس. مشروع هنعمله. ماشي ماشي، عيني عينيا ليك. ده انا لو مش فاضي افضلك يا صاحبي. طب اقول لك على حاجه، صلي على النبي. ده أحمد، هو مصطفى اللي عامل نفسه رضا بس قلع الناس جاكيت عشان تحس إن هو شخصية جديدة. هي اصلا برمجيا بتتعمل كده بالشكل اللي انت شفته ده. هي بتتعمل كده. طب اقول لك بقى على الاعلى منها، هي اصلا برمجيا ما ينفعش اسمع مني اسمع مني. انا راجل اتش تي ام ال ديفلوبر، اشتغلت على مشاريع كتير. هي برمجيا ما بتتعمل. الفترة اللي فاتت اشتغلت مع أكتر من 20 مبرمج، وفي الفيديو ده هشاركك العيوب اللي لقيتها علشان تتجنبها. الفيديو ده أنت لازم تشوفه لو كنت شغال أو بتتعلم برمجة، لأنك هتستفيد منه كتير. عايز أتكلم عن 3 أنواع من المبرمجين قابلتهم في الأشخاص دول، وكل نوع هنعرف المميزات بتاعته ونعرف العيوب اللي موجودة فيه وإزاي إن احنا نتجنبها علشان نوصل لأعلى مستوى بسرعة. خلينا نقسم المبرمجين دول ل3 مجموعات. المجموعة الأولى هنسميها مجموعة رضا، المجموعة الثانية هي مجموعة أحمد، والمجموعة الثالثة هي مجموعة إسماعيل. مجموعة رضا هم الناس المحترفين، الناس اللي بتتقن شغلها وبتعرف تطلعه بشكل كويس، في نفس الوقت مريحين في التواصل، وجودة الشغل أو المخرج النهائي بيشجعك إنك تشتغل معاهم مرة واثنين وثلاثة، وده اللي بيخلي الطلب عليهم دايما عالي. والنوع ده فيه مشكلة صغيرة، إن الطلب عليهم دايما عالي. خلينا نفكر فيها بمنطقية. لو كنت بكسب 1000 جنيه وجات لي فرصة إن أكسب 1100 جنيه، ده انا لو مش فاضي افضلك. أكيد مش هقول لأ. وده هو عيب النوع الأول، إنه دايما عليه طلب عالي لكنه ما بيقدرش كويس حجم الكباستي أو حجم استيعاب المشاريع اللي هو يقدر يشتغل عليهم في نفس الوقت، فبالتالي هو بيتضغط في المشاريع والعملية بتكون ماسكة نفسها بالعافية، ولو حصل أي ظرف شخصي فالدنيا كلها هتضيع منه. لكن رغم كده النوع ده بسبب جودة شغله وبسبب احترافيته في الشغل والمنتج النهائي بيطلع شكله عامل ازاي، ففي الاغلب الناس بتصبر عليه وممكن يغيروا خطتهم علشان عارفين الجودة اللي هتطلع من تحت ايديه. والنوع ده هو اللي انت لازم تحاول انك توصل له، لان صدقني لو جودة ومخرجات الشغل بتاعتك كويسة الناس هتصبر عليك. الفريق التاني وهو فريق احمد، النوع ده كودر كويس، بيعرف انه يكتب كود بشكل كويس. لكن خليني اقول لك على حاجة بكل صراحة، البرمجة ملهاش أي لازمة. البرمجة هي مجرد أداة بنخدم بيها فكرة أو بيزنس معين، فبالتالي أنت بتستخدم الأداة دي علشان تحقق الهدف ده. في ناس فعلا بتعرف تكتب كود بشكل كويس، لكن مشكلته انه ما بيقضيش وقت انه يفهم الفكره اللي انت عايز تعملها، وبالتالي هتلاقي انك دايما بتاخد منه اجابات زي هي اصلا برمجيا بتتعمل كده بالشكل اللي انت شفته ده. هي بتتعمل كده. هي بتتعمل كده او انها ما ينفعش تتعمل. المشكله الكبيره للنوع ده ان صعب ان هو يترقى لانه بيفضل في نفس الحته دايما. اضرب لك مثال تعرضت ليه مؤخرا، حاليا شغال على منصه عالميه اسمها سنتاكس اكاديمي. طبيعي في اي منصه كورسات ان يكون عندنا الاقسام زي البرمجه، التصميم، المونتاج، وتحتيها بتكون الكورسات وتحتيها بتكون الفيديوهات او الدروس. وكنت شغال مع حد ونبهت عليه اننا لو مسحنا قسم انا مش عايز الاقي الكورسات وكل الفيديوهات اللي تحتيها اتمسحت. وفعلا وانا براجع المنصه بعد ما حطيت جزء من كورس ال HTML ودخلت البيانات بتاعته، جيت اعدل على الاقسام علشان ادخلهم بشكل مظبوط، اتفاجئت ان الكورس وكل الفيديوهات اللي تحتيه اتمسحت. لو حد خد شويه وقت علشان يفكر فيها كبزنس فهو هيتجنب السيناريو ده، ان احنا لما نمسح قسم يمسح كل الكورسات وكل الفيديوهات المرتبطه بالكورسات دي. زي ما قلت مشكله النوع ده انه صعب انه يترقى، احيانا لازم تخرج بره اطار الكود علشان تفهم الفكره اللي انت عايز تطبقها، لان زي ما قلنا ان البرمجه مجرد اداه انت بتحقق بيها هدف معين. والنوع ده لو انت فيه انت كودر شاطر بتعرف تكتب الكود، فانت سهل ان انت تشوف اي كورس بيتكلم عن تحليل المشاريع او انك تفكر في انك تحلل فكره اي نظام وتفكر فيها بشكل منطقي وتعرف ابعادها من كذا زاويه، بناء عليها انت هتقدر تنقل لمستوى تاني بسهوله. النوع الثالث هو النوع اللي ما استواش بشكل كويس. النوع ده مشكلته انه بيعرف اساسيات اي لغه برمجه او فريم ورك ويبدا انه يشتغل بيهم ويطلع بيهم مشاريع. الحاجات دي انا تعرضت ليها مؤخرا وفعلا قابلت حد قدر يطلع مشروع كامل باساسيات فريم ورك. لكن المشكله انك لما بتيجي تعدل على الكود في الحته دي بتلاقي ان الحته دي ضربت. المشكله ان انت لما بتبني حاجه باساسيات لغه برمجه او فريم ورك بتكتسب ثقه، فبالتالي بيجي لك الجرأه انك تشتغل على مشاريع اكبر واكبر واكبر، وده كله وانت شغال غلط. اي لغه برمجه او اي فريم ورك بيكون ليه طريقه كتابه كود وطريقه تنظيم ملفات
متعارف عليها. دي بتريحك وبتريح اللي هيشتغل بعدك، لان الاسلوب بيكون متعارف عليه، فبيكون متوقع شكل الحاجه معموله ازاي وايه النتيجه بتاعتها. خلاصه الفيديو انك لو في المستوى الاول فانت لازم تتعلم الاساسيات بشكل كويس علشان تكتب الكود بالشكل المتعارف عليه، ولو حد اشتغل بعدك ما يتعبش وما يضيعش صيام. اما لو كنت مغرم في الكود وفاكر ان البرمجه هي كل حاجه، فحاول انك تشوف اي كورس بيتكلم عن تحليل الانظمه، او تاخد افكار وتفكر فيها بره اطار البرمجه وتحللها بعقلك، لان البرمجه في الاول والاخر مبنيه على المنطق. ولو كنت في النوع الثالث وكنت شخص متمكن من اللي انت بتعمله، فانت هتكون دايما قدام خيار من اتنين: يا اما انك تنظم وقتك بشكل متقن، او انك تاخد مشاريع بس على قد قدرتك الاستيعابيه، علشان في الاخر انك تكسب عملاء وتطلع لهم نتيجه هم راضيين عنها، فهم هيشتغلوا معاك تاني، بدل ما تاخد عملاء كتير تطلعهم كلهم غضبانين ومش راضيين بنتيجه شغل. يا رب ان الفيديو تكون استفدت منه باي حاجه. لو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.